السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم تتبيلة البانيه اللي انا تبلته وشلته في التلاجة قبل العيد. هعمل معاكم التتبيلة عشان نقليه. انا معايا هنا دقيق ذرة على معلقتين نشا كبار، وانزل عليهم بشوية بقسماط حلوين عشان خاطر يبقى متماسك وما يفكش. دقيق الذرة حلو والنشا حلو ليه، ماشي. هقلبهم كده على بعض. ومعايا هنا دقيق، ومعايا هنا التوابل اللي هي 7 بهارات وجنزبيل وكزبرة وفلفل اسود وملح وبابريكا وبصل باودر. ومعايا هنا معلقتين سمسم بحطهم كده على الدقيق، على البقسماط والنشا والدقيق الذرة، ماشي. ومعايا هنا بيضتين هنزل عليهم كده بشوية بيكنج باودر، وانزل عليهم بنص كوباية لبن، وانزل عليهم بالتوابل واقلبهم. ارجع اقلب التوابل. انا كده معايا البانيه الاسكالوب بانيه اللي كنت متبلاه معاكم في العيد وشايلاه زي ما انتوا شايفين كده. شرب من التتبيله. بحطه في الدقيق الاول، وبعد كده بحطه في خليط البيض، وبعد كده بنزل عليه في البقسماط ودقيق الذرة والسمسم والنشا. طبعا بغلفه كويس زي ما انتوا شايفين كده، وبحطه هنا في الطبق. هعمل معاكم واحدة تاني. بصفيها كويس، وبعد كده احطها على الدقيق، بطلعها زي ما انتوا شايفين كده، بحطها في الطبق واكمل بقى الباقي كده. بعدين الزيت اول ما سخن خليت النار عليه وسط، واسيبه ما اقلبش فيه كتير عشان ما يوقعش الكفر بتاعه. سيبيه يستوي كده على نار متوسطه كده بقى مع نفسها. بس ازاي مفيش كفر هينزل منها ولا. بس بقى جمال الاسكالوب تحفه. بصي مفهوش بقى الكفر بتاعه مش واقع ومتماسك، والسمسم مديله طعم حلو وتحفه. واقول لكم الف هنا وشفا. عرفتوا الطريقه بتتعمل ازاي؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعليق حلو كده عشان يوصل لكم كل جديد. يا ريت تتابعوني.